مساء الخير عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الشوريك او البريوش بطريقه سهله وسريعه وبسيطه جدا، وكمان هيطلع معاكي هش واسفنجي وحلو جدا، وكمان هنعمله اقتصادي بدون بيض ولا حليب ولا زبده، وهتطلعي اجمل شريك بالشكل ده. وعايزه اوريكم قد ايه احنا مطلعين الكميه دي كلها من كيلو دقيق واحد بس. يبقى ليه تشتريه اصلا غالي من بره لما تعمليه في البيت؟ عايزه اوريكم قد ايه هو هش واسفنجي وحلو خالص ازاي. يعني حاجه كده تحفه بجد. ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجه معايا كده ميه دافيه، كوبايه ميه دافيه. هحط معلقه كده من السكر ومعلقه من الخميره الفوريه، هحطهم على الميه وهدوب السكر مع الخميره في الميه دي. اول حاجه انا بعملها علشان اشوف الخميره بتاعتي تتفاعل، عشان هي اللي تديني نتيجه كويسه. كده تمام، احطها على جنب. معايا هنا كيلو من الدقيق، ده كيلو من الدقيق. بعمل كده حفرة صغيرة في النص، بحط كده رشة من الملح، وبحط كده كوباية الا ربع من السكر، وبحط كده كوباية الا ربع من الزيت، ولازم تستخدمي نوع زيت كويس. بعدين بحط كوباية مية دافية بالشكل ده، وبعدين في نفس المعلقة كده بحط معلقة من الفانيليا، سواء فانيليا سايلة أو فانيليا بودر زي ما تحبي. أنا هتقلب شوية كده بالمعلقة على بحيث إن أنا أدوب السكر مع المية اللي أنا حطيته، علشان في العجن كده يبقى دايب معايا خالص. يعني أظن مفيش أسهل من كده، في كل حاجة حطينا كل حاجة مع بعضها. بدي تقليبة خفيفة كده عشان السكر يدوب معايا، وبعدين بحط معلقة كبيرة من الخل. أنا جبت هنا كوباية مية دافية كمان، دي هنزل بيها تدريجيا. وهنا عايزة أوريكم الخميرة عملت معايا فوم إزاي. كده الخميرة تمام جدا ومظبوطة معايا، بنزل بيها وأقلب كل المكونات دي مع بعضها. طبعا احنا مستخدمين كيلو من الدقيق. دي كوباية المية دي بنزل بيها تدريجيا. انا هبتدي اشيل المعلقة واعجن بايدي. اعجن في العجينة لحد ما تتلم معايا خالص ويبقى قوامها ناعم خالص. لو العجينة احتاجت معاكي شوية مية بتحط لها، ما احتاجتش خلاص. انا هوريكي قوام العجينة دلوقتي. فضلت اعجن فيها لحد ما العجين خلع من ايديا بالشكل ده خالص، والعجينة بقت ناعمة معايا خالص بالشكل ده. ده قوام العجينة. عايزة اوريكم قوام العجينة. ده القوام بتاعها، هي طرية شوية زي ما انتم شايفينها كده. عشان يطلع معاكي هش لازم تبقى العجينة طرية شوية بالشكل ده. كده تمام. انا هغطيها، بسويها بالشكل ده، وهغطيها واسيبها تختمر لحد ما يتضاعف حجمها. شوفوا العجينة بعد ما اختمرت معايا وتضاعف حجمها بالشكل ده كده. بجيب الصينية حاطة فيها كده يعني معلقتين من الزيت، وبدهن الصينية. بعد كده بقى باخد قطعة كده من العجينة
زي ما انتم شايفين كده، والفها رول. بالشكل ده كده، وبعدين كده بلفها وباخد الطرف ده واحطه من تحت واحطه في الصينيه. واحده كمان باخد قطع من العجينه بالشكل ده كده والفها رول، وبعدين بلفها كده وباجي في الطرف الاخير ده وبحطه كده من تحت بالشكل ده كده في الصواني. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. انا خلصت الشريك كده في الصواني، وهسيبه كمان في الصواني لما يختمر لحد ما يتضاعف حجمه مره كمان في الصواني. لازم يختمر كويس جدا بحيث ان هو يطلع هش واسفنج معاكي، فمهم جدا ان انت تسيبيه يخمر في الصواني كويس جدا لحد ما يعلى معاكي. بصوا بعد ما بيختمر كده ويتضاعف حجمه بالشكل ده كده، بدهن عادي وشه كده دهنه خفيفه كده من الزيت. دهنه خفيفه كده من الزيت، بدهنهم كلهم بالشكل ده زي ما انتم شايفينه كده. وبعدين بقى حبه ساده كده مفيش مشكله، حباه ان هو تحطي عليه سمسم او سكر مفيش مشكله زي ما تحبي. بس بنحط سكر خشن، حبيبات من السكر خشن بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده. كده حبه سمسم تمام، مش حبه ساده برضه هو بيبقى حلو جدا كده. عايزه اوريكم شكله بعد ما استوى معايا. السلة شكلها حلو جدا، وكمان اللي مرشوش عليها سكر حلوة خالص. استوى معايا ازاي من تحت ومن فوق وبدون اي. عايزه اوريكم قد ايه هو شكله خطير بجد. بص، عايزه اقول لكم خفيف زي القطن. شوفوا